السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا ومتابعين القناة الأعزاء. بعد رباعية النجم محمد صلاح في جيبوتي اليوم، تعالوا مع بعض نشوف تعليقات جماهير ليفربول على هذه الرباعية. مشجع قال الأفضل في العالم. تعليق آخر قال هذا حتمي. مشجع آخر قال أسطورة ليفربول. أمريكان ريد قال أفضل جناح في العالم. كلاف قال أفضل جناح أيمن في اللعبة. مشجع آخر علق وقال أسطورة. ومشجع آخر قال مثير. مشجع مغربي من إخواننا المغاربة قال أفضل لاعب في أفريقيا. أعزائي مشاهدين قناة خلطبيطة الكورة، أهلا وسهلا بكم. تألق ومتألق نجمنا المصري محمد صلاح في مباراة منتخب مصر ضد منتخب جيبوتي في أولى مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، ولحد دلوقتي مسجل هاتريك ومضيع فوسطين وعامل أداء كبير جدا. المنتخب كله عامل مباراة كبيرة جدا. منتخب مصر بيأكد إن هو إن شاء الله بإذن الله بنسبة كبيرة عايز يوصل ل كاس العالم في امريكا والمكسيك. مباراه قادمه ان شاء الله باذن الله كمان 4 ايام هتكون في ليبيريا ضد سيراليون اللي هي بتلعب خارج ارضها، وان شاء الله باذن الله فوز بيها برضه هيقربنا اكتر واكتر للتاهل لنهائيات كاس العالم 2026 في امريكا والمكسيك. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتدعمونا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.